عسلامة ومرحبا بكم في ليديليس دوسوما. في الشرق في لبنان وسوريا عندهم حاجة بنينة برشا حلوة اسمها ليالي لبنان وإلا ليالي الشام ولا يسميوها زادا قشطلية. هي كريم بالسميد والقشطة بنينة برشا. أنا عملتها بالطريقة هذه بعجينة الفيلو وعجينة البقلاوة وعملتها بالشكل هذا وبنينة برشا. نشوفوا طريقتها مع بعضنا. اول حاجه حطيت زوز كيسان ونص حليب، انا كاسي 200 مليلتر واي كبر كاس تكيلوا بيه مش مشكل، المهم تكيلوا بيه المقادير الكل. وحطيت زوز كعبات مستكه، كان مش موجوده عندكم المستكه مش مشكل، هي جوست باش تحسن في القوام تاع الكريم تاعنا، كان مش متوفره تنجموا تستغنيو عليها. وبالنسبه للسكر حطيت 4 كيس سكر، 4 كيس وسكر بنكهه الزهر، وحطيت نص كيس سميد ارتب. وبالحق ما كنتش نتخيل اللي كريم بالسميد باش تكون بنينه اسبوان. ساينسنا بالكريم باتيسير نتاعنا، اما انا حبيت نبدل وحبيت نجرب مطعم جديد. البريود هذه مغرومه بالتبديل الان، وجربتها وبالحق بنينه مالغري بالسميد، قلت لكم وما جات بنينه بالكدا. وفي الاخر كده تعقاد وتبقبق شويه نزيدوها مغرفه من زهر ومغرفه من ورد ولا واحد فيهم، اما هما يحطوا زوز مع بعضهم. في الحلويات نتاعهم جينيرالمون يحطوهم الزوز، والزوز يعطيهم مطعم بنين برشا. بعد ما خبيت غلوه اخرى، هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه. خليو الكريم تاعنا على جنب وننتقلوا باش نذوبوا الزبده. تنجموا تذوبوا الزبده عادي وتستعملوها عادي، والا تعملوها بوغنوازيت، يعني تخليوها على نار هاديه. نأكد ونعاود على نار هاديه لين تتحقق الكشكوشه متاع الحليب وتشموا ريحه النوازيت. قولوا احنا يتنحى منها الحليب تغميق وتشموا ريحه النوازيت وقت الزبده تحضر ويظهر لكم لونها غامقه. ما هي باش نحطوكم في المغرفه لونها اصفر عادي. علاش عملت بوغنوازيت؟ خاطر بنينه برشا، تبنن برشا. تنجموا اللي يخاف لا يحرقها ذوب الزبده عادي تخدم بها مش مشكل. نصفيوها وشوفوها كيفاش تحرق الحليب، وهذاك اللي عطانا المطعم البنين والريحه البنينه نتاع الزبده. تو تنجم تستعملوها عادي، والا تنجم تزيدوها السمن اللي يحب، يا اما نباتي يا اما حيواني. انا متاعي حيواني قوي شويه، دونك ديما نحط شويه جوست على البنه، اما يبنن برشا دونك هذاك علاش نحط شويه. والا نباتي. ناخذ بات فيلو عجينه البقلاوه، ناخذ 6 طبقات ونقسموهم على 2، وكل شطر نزيدو نطويوه على 2 مرة أخرى. ولازم نغطيوها على هواية خاطر في ساعة ما تشيح وتوي تتكسر. قصتها بالطول حسب التقريب 36، دونك باش نقسمها على 3 عملت حسب التقريب كل واحدة 12 سنتي. دونك بالطول باش يجيني 3 كعبات. بويسك انا طويتها على 2 باش نعاود نحلها ونقصها، دونك الكل في الكل باش يجيني 6 شطر، باش يجيني 6 وشطر الاخر كيف نعمل نفس الطريقه باش يجيني 6. الوغ كو احنا ماخذين 6 طبقات نتاع عجينه بقلاوه، يعني 6 طبقات نتاع عجينه بقلاوه الكل في الكل عطاوني 12 مكعب. ولازم ديما نخدمو ونغطيوها من الهواء، لازم ديما تتغطى من الهواء. من بعد نحطوها في الطبق نتاعنا. بعد ما ندهنوه بالزبده، لازم ندهنوه بالزبده وندهنوها هي بالزبده بالكدا. تنجموا تدهنوها جوست كيما انا شخشختها بالكدا بالزبده، خاطر ما دهنتش بين الورقه والورقه، دونك حطيت بزيت زبده باش تجيك تتقرمش، وبيسك عملنا 6 طبقات باش تجيك تتقرمش بالكدا. وندخلوها الفور على 180 درجه لمده 7-6 دقائق، هكا تعسوا عليها وتردوا بالكم 170-180 لين تطيب يولي عنا اللون المزيان هذا. ومن بعد خليوها تبرد كومبليتمون باش نجم تحطولها الكريم اللي عملناها مع بعضنا. ومن بعد بالبوش تحطوا لها الكريم. بطبيعه الحال الكريم كنا حاطينها في الثلاجه باش تبرد. ومن فوق زدت القشطه، فما جزء انواع نتاع قشطه، تو نحط لكم الرابط نتاعهم تحت الفيديو هذايا. جزء انواع اعملوا نوع اللي تحبوه خاطر يزيد فيها اشطر من البنه. ضريت عليها شويه فستق ومن بعد حطيت لها شويه شحور، وشحور 250 غرام سكر عليه 75 مليلتر ماء، مغرفه كبيره قرص. بعد ما يغلي بالدرج طفيو عليه، ما يكونش عاقد برشا ومش جاري برشا. وما تنسيوش باش تفوحوه بطبيعه الحال بشويه مزهر وشويه مواد، كان عندكم زوز ولا واحد فيهم يبنن برشا. وسيي الغسيل نتاعي حضرت. هذه هي كريم ليالي لبنان والقشطه اللي تنحط لكم الرابط نتاع زوز انواع قشطه سبق وحطيتهم تحت الفيديو هذا. اعملوا اي نوع يعجبكم يزيد يبننها برشا. هذه هي ليالي لبنان بعجينه الفيلو عجينه البقلاوه التركيه. ان شاء الله تكون وصفه عجبتكم، ونتقابلوا ان شاء الله في وصفه جديده وبنه جديده. على بروشين.